احنا طبعا هنا لو عملت كده رمت البيبي بتاعها كده في حمام السباحه ولا حاجه، هتلاقي امهات كلها حواليها بيدوها على دماغها ان عملت الحركه دي. زي ما قلت في المقدمه ان عندنا اول فقره معانا بنتكلم عن معضله بتواجه الشباب في حياتهم، وممكن انها زي ما قلت بتوقف حياه شباب كتير جدا. وانا اعرف ناس كتير الحقيقه وقفوا قصاد مشكله الشقه وحياتهم توقفت تماما، لا عارف يتجوز ولا عارف يبقى عنده اطفال ولا مش عارف يعمل حاجه لانه معهوش انه يجيب الشقه. في مبادره اسمها بيتك بايدك. المبادره دي المفروض انها ممكن تساهم في حل هذه المشكله. انا مش عارفه تفاصيلها الحقيقه، لكن هعرفها مع حضراتكم من مؤسس المبادره الاستاذ محمود عبد الشافي. اهلا بيك معانا استاذ محمود. اولا عايز اعرف ايه المبادره وبعدين نتناقش فيها بقى. طيب، هي بس بمناسبه الجواز، عمر حضرتك سمعتي عن عريس وعروسه بعد جوازهم قالوا تاجر الذهب ضحك علينا في شبكتنا، في سعر شبكتنا؟ لا مستحيل. مجال الذهب ده بيحتاج اموال طائله، رؤوس اموال طائله زيه زي العقارات وقد يتعداها. ولكن عشان سعر الجرام معلن، التكلفه معروفه، ما حدش بيعرف يضحك عليك. ايوه صح. احنا هنا مشكلتنا في مجال العقارات ان نقص المعلومات او جهل الناس بالمجال العقاري هو ده راس مال التاجر، او هو ده اللي بيعتمد عليه في انه بيحط تكلفه او بيحط اسعار لا هي منطقيه ولا ليها دعوه بالتكلفه اصلا. قد تتعدى، انا بقول لحضرتك قد تتعدى بمعنى الكلمه ال 200% في بعض المشاريع و300%. انا بشتغل مطور عقاري، وعشان انا واصله ما بين كل الدائره العقاريه، مهندس، اصحاب الاراضي اللي عايزين شقق، فانا عارف التكلفه رايحه فين وجايه منين وكل المراحل وتكلفتها. تمام. حطينا الحاجات دي كلها قدام بعض، فوجئنا بعد كده بالرقم اللي بقول لحضرتك عليه. بعد التكلفه، لو التكلفه 100,000 الشقه بتتباع ب 300,000. الناس برضو حتى الغبن في المعلومه انه بيوصل لك ان انا مشروع بيقعد سنتين، فحقي اكسب 200% مثلا دي سنتين. طبعا برضو ده مش موجود برضو في السوق. المشروع بيخلص بالكثير 6 شهور. حضرتك بتلاقي وحضرتك بتشوفي معظم الشقق اللي بتطرح للبيع كلها تحت الانشاء. صحيح. ممكن يكون دفع جزء من الارض، كمان مش ثمن الارض بس، بيبقى دافع جزء من الارض والباقي بيبدا يطرح وحداته. ممكن يكون على 6 شهور تيجي تقولي لي عايز احجز وهو لسه مهدش المبنى او لسه ما طلعش رخصه البناء ويقول لك ما عنديش شقق. يكون لم فلوسه تاني ودخل صحيح. في راس مال. فممكن يكون صحيح. في السنتين دول عمل مش مشروع، ده مشروع واثنين وثلاثه واربعه. يعني 4 وفي 200%. الناس بتروح تشتري وهي يعني هو لسه هيحفر. بالظبط. ده يعني ممكن يكون ما دفعش اصلا ثمن الارض كله. صحيح. يعني دافع جزء ومن فلوسك بيجي. صحيح. احنا هنا مبدئيا احنا الطفل ما بيولدش عارف كل حاجه. احنا مشكله المجال ان احنا دلوقتي بدانا نعرف الناس مبدئيا ايه هي خطوات بناء الشقه بالكامل وتكلفتها. ده هيخلينا بعد ما اديتك المعلومه اعرف احط نظريه واعرف اطبقها. احنا في بيتك بايدك احنا مش بس حطينا المعلومه، احنا طبقناها ونفذناها وحلينا مشاكل اسر تتعدى دلوقتي حتى الان 100 اسره. يعني احنا 10 مشاريع في متوسط 10 مساهمين، كل دول اتحلت مشاكلهم. انت المبادره مش هتعمل ايه في وسط السوق، دي مش مشكله تعمل ايه في وسط السوق، المهم حلت مشاكل عالم واحد، عالم شخص، عالم اسره. ازاي يا استاذ؟ احنا بنجمع مجموعات، كل مجموعه بنفس الامكانيات. يعني حضرتك وحضرتها و10 زيكم معاهم 100,000، بنقول لكم الامكانيات دي هتوديكم في الحته الفلانيه تشتري لكم ارض. بنروح نشتري الارض وبعدها بنبنيها بسعر التكلفه من فلوس الناس باقساط. وبيبقى ليه شقه وبيبقى ليه بياخد بعد كده بيبقى ليه نسبه في المحلات التجاريه او الارضي. ده لو جوه المدينه. لو خارج المدينه بيبقى برضه ليه نسبه من الدور الارضي وليه نسبه من الروف اللي هو الروف ده عشان واحنا بنوزع الشقق ما فيش حد يتظلم. مثلا الروف ده الشقه الاخيره دي اللي هي تحت الروف، مش بنتكلم على الروف كبيع يعني. فبس هي عشان معيبه في الدور الاخير، فاحنا بنستثني الميزه وبنستثني العيب علشان نوزع على الناس بدون ما حد يتضرر من التوزيع. بياخد شقه ونسبه في المحلات ونسبه في الدور الاخير، بنبيع دول ومن اعاده بيعهم بيرجع له كمان من الفلوس اللي دفعها. يعني هو بياخد شقته بسعر تكلفه وكمان بيرجع له فلوس من اللي دفعها من عائد بقى محلات، من عائد بيع المحلات والبدروم والدور الاخير. تمام. يعني ده خلاف انه خد شقته بسعر التكلفه. بسعر التكلفه. بنتسال سؤال تاني، طيب ما انت بتبيع بسعر السوق، انت كده عملت ايه؟ ما انت برضو بتبيع بسعر السوق وعملت ايه كده في الاسعار؟ طيب هو سعر السوق ده اللي عمله المستثمر مش انا. يعني هو ازاي المستثمر عايز يستفيد منه وجاي يقول لي انا ازاي طب عايز نبيع بايه؟ نزل سعر السوق. لو انت شايف ان سعر السوق مغالى فيه انت نزله.
لا مش فاهمه الحته دي. يعني حضرتك دلوقتي انا رحت ساهمت في بناء العماره دي مع 10 تانيين كويس، وخدنا الشقه دي هتبقى بسعر التكلفه، مش بالسعر اللي بيبيعوا السوق المستثمر. لا بتكلم احنا على اعاده بيع الحاجات التحت. احنا قلنا هنبيع المحلات اللي تحت وهنبيع الدور الاخير، دول بنبيعهم بسعر السوق أوكي. زي ما هو مطروح. بنبيعهم من نتاج بيعهم بيرجع لحضرتك، بيتقسم على 10 او عدد المساهمين بيرجع. لا ده موضوع تاني، احنا خلينا في الشباب اللي عايز يشتري محل ده بقى بيستثمر فلوسه، ده قصه تانية. انما خلينا في مشكله الشقق بتاعت الشباب. تمام. طيب انتوا قلت لي يعني حليتوا المشكله لكم شخص؟ احنا حتى نفذنا 10 مشاريع خلصوا وفي 3 حاليا شغالين. طب معلش عندي سؤال، وحضرتك بتستفيد ايه من ده؟ احنا حتى الان مفيش اي استفاده ماديه. احنا كل المبادره دي، انا اصلا مجالي ده كمطور عقاري. انا يعني شغلي المبادره احنا عملنا لها فيديو مصور بيشرح المبادره من الالف للياء. ما احتفظناش لنفسنا جزء يعني تحتاجونا فيه، يعني للناس يا جماعه اي حد يقدر يعمل اي حد يقدر يجمع مجموعه. وهو الموضوع ده على فكره كل يعني هو معروف في وسط الاستثمار. يعني ممكن تلاقي مجموعات بتعمله، بس بتعمله مع هدف الاستثمار عشان عرفت التكلفه. عشان يعني واحد مهندس، واحد عارف مهندس، واحد صاحبه، فهو المهندس بيلمهم ويعملوا عماره وهكذا، بس بهدف الاستثمار. ما دخلناش في حته حل السكن. احنا بطرحنا للناس كلها الفيديو، في ناس بدات بالفعل تطبق لوحدها، وفي ناس بتجينا احنا على اساس ان احنا يعني شايفيننا في جانب فني شويه يعني في جانب فني، بنختار الارض صح، بنراجعها صح. احنا طورنا الموضوع، عملنا ويب سايت بنجمع عليه الناس. خط دلوقتي دخلنا في حوالي تقريبا 10000 مساهم على مستوى الجمهوريه. كل مجموعه، كل كاتيجوري لوحده 100,000 مثلا في فيصل، او 200,000 في فيصل. دول مجموعه ودول مجموعه. كل ما بنجمع مجموعه معينه بنعمل لها ميتنج. يعني كل واحد بامكانياته بيدخل في المجموعه اللي تقدر بالظبط. انت بتسجلي الاول. يعني حضرتك بتيجي تقول عايز اسجل، عايز اشترك معايا، بقول لك ادخلي على الويب سايت، سجلي بامكانياتك ببياناتك والمكان اللي حضرتك عايزه فيه. مجرد اكتمال عدد المساهمين الكويس في المكان ده، ممكن يبقى ب 10 مناسب في مكان، ممكن في مكان تاني يبقى 20. مجرد اكتماله بنتصل بحضرتك، بنقول لك والله احنا في ميتنج هنيجي، وهنكون شايفين قطع اراضي مطروحه في المنطقه اللي انتم طلبتوا فيها، وعاملين لها الدراسه بتاعتها بالكامل، وبنطرحها عليكم. بنقول لكم سعر الارض اهو، وسعر المباني اهو، واعاده بيع كذا، اعاده بيع هتبقى في متوسط كذا، فحضرتك سعر تكلفتها كذا، وسعر السوق اهو، فانت كسبانه كذا. يعني مثلا احنا في مشروع اسيوط، احد مشاريعنا يعني بتاعت اسيوط، احنا المتر بيتباع في نفس الشارع ب 5000 جنيه. احنا طبقناه، المتر وقع على الناس ب 1700 جنيه. لما توزعت سعره على مجموعه كبيره. لا على نفس المجموعه، يعني كل واحد. ايوه احنا 10 يعني بالظبط. يعني لو هو ب5 واحنا 10 هنشتريه، انا هدفع مثلا 500، مش هدفع ال5 كلهم. بالظبط. انا بقول لحضرتك يعني احنا قاسمينه على 10. فال10 دخلوا اشتروا الارض، بنينا لهم العماره، وقعت بالتكلفه 1700 جنيه. شوفي حضرتك من 1700 جنيه لل 5000 جنيه اللي مطروحه في نفس الشارع النهارده، ده كان مكسب التاجر اللي حضرتك ما تعرفوش. يعني اللي حضرتك انت يعني بيتكلم في 3300 جنيه في المتر مكسب. ما هو ده اللي انا عايزه اساله بقى، يعني انتوا بتوفروا قد ايه بنسبه كام للشباب؟ يعني دلوقتي انا لو انا اشتريت او داخله في المشروع ده، ابقى وفرت كام لو انا هشتري في العادي من بره كده؟ حد ادنى 50%. حد ادنى 50%. حد ادنى 50%. احنا في احد مشاريعنا كل الفلوس رجعت من بيع المحلات، كانت كل الفلوس رجعت طبعا، لان على بال ما بتخلص المشروع بعد سنه ونص، فسعر العقار اصلا بيكون زاد، فالمحلات دي اصلا بتكون زاد سعرها، ففي احد المشاريع رجع لهم. سؤال كمان، مساله بقى انه يبقى في استشاري بنى، مهندس الاستشاري، الحاجات دي ده برضو يعني بيتقاسم فيه المجموعه، مش كده؟ احنا ما اختصناش ده. احنا كده كده المبنى بيبنيه مهندس وله تكاليفه، وفي مقاول وله تكاليفه. احنا ما اختصناش ده كله. احنا اختصنا ما بعد ده اللي هو مكسب التاجر. يعني هو التاجر، هو كل ده محطوط في التكلفه بتاعته. كل ده محطوط في الكوست، لكن احنا اللي حصناه بعدين اللي هو مكسب التاجر. التاجر بيحط ده كله. احنا بنقول لك التكلفه شامله المهندس، شامله التراخيص، شامله كل حاجه. احنا اللي قصناه اللي بعد كده، لكن كل واحد طبعا له جزء. في محامي مختص، في مهندس مختص، في مقاول مختص او شركه مقاولات مختصه. احنا كل ده احنا ما جيناش جنبه. الجانب الفني طبعا ده مهم. احنا اللي قصناه بعدين اللي هو معظم على فكره تجار العقارات حاليا الموجودين دول اصحاب رؤوس اموال، ما لهمش دعوه اصلا بالمجال العقاري.
في ناس كتيره، انا نسبه كبيره تتعدى، عشان انا بقول لك جوه المجال تتعدى 70% لمجرد ان هو معاه راس مال. ما هي بتبقى اسمها شركه استثمار عقاري. يعني هي كده بيشتري عشان يستثمر فلوسه، مش عشان بالزبط. يديها بسعر التكلفه. وحقه يعني في الاخر ده حقه، ما حدش يقدر يتكلم عن كده. بس ازاي اوفر انا بقى؟ بس هي لا، في مشكله. ما هو حقه بس حقه في مكسب معقول. ما هو ما عندناش مانع حد يكسب، ما هو تاجر الذهب بيكسب. بص يا استاذ محمود، هو طول ما في شراء هيفضل في بيع. شوف حضرتك، ما هو احنا بس هي النقطه بقى اللي انتوا بتعملوه ده اللي ممكن يقلل حجم الشراء، فبالتالي ابتدي انا افكر المكسب اللي انا بكسبه ده لازم اقلله. لازم هو مش هيقلل. هو حضرتك، ما احنا في مرحله اصلا بنشتري فيها اللي هي شراء الارض. ما هي دي مرحله. لا، هيقلل حجم الشراء من شركات الاستثمار اقصد يعني. شوفي حضرتك، انا مش هقول لك ان الموضوع هيتحل في يوم وليله. لا طبعا. احنا دلوقتي زي ما قلت لك، احنا بنحارب الجهل وبندي حاجه بسعر تكلفه في نفس الوقت. انا زي ما قلت لحضرتك، احنا خلينا بالفعل، انا يعني بعيدا عن ان المستثمر هدفه يكسب، مش ما هو كله هدفه يكسب بالزبط. والمكسب الطبيعي هو المشروع. المكسب الطبيعي هو المشروع، لكن مش عشان انا مش عارف فحضرتك احط عليك كوست 200%. فحضرتك ده انا مش شايفه مشروع، ومفيش حد شايفه مشروع. يعني كل اللي خد وكل اللي طرحنا عليهم الناس اتفاجئت اصلا بالارقام دي. يعني هم اصلا ما يعرفش. يعني مفيش حد مثلا بيجي يقول، هو اصلا مش مصدق اصلا الارقام دي. فاحنا لما طبقنا المبادره بالفعل والناس خدت حاجتها بالفعل بسعر التكلفه، ما حدش بقى يكلمنا بقى في ارقام دلوقتي. خلاص ده واقع. وبدات التجار نفسها، الناس اللي راحت التجار بتناقشهم، وكل واحد بقى بيشطب شقته على مزاجه. موضوع التشطيب، هو المبنى بيتسلم بالكامل مشطب. لو في اسانسير، لو في مداخل، لو في كل حاجه بتتسلم الوحدات بدون تشطيب. يعني كل واحد بقى بيشطب زي ما برضه المستثمر او التاجر بيبقى حاله. لكن انا بقول لحضرتك، احنا في احد المشاريع اللي بقول لحضرتك، اصل حضرتك بتقول هو هيأثر كويس على السوق وهينزل اسعار. احنا في السوق ده في الشارع اللي احنا عملنا فيه المتر ده وقع على 1700 جنيه، كان بيتباع في 5000 جنيه. بعد 4 شهور ما احنا عملنا الكلام ده، بدأ التاجر بيطرح دلوقتي وبيقول عرض خاص المتر ب 4000 جنيه. هو انت كنت ال 1000 جنيه دي كانت رايحه فين؟ يعني لو هنفترض ان هي كانت تكلفتها 4000 جنيه يعني. فعشان كده بقول لك هو 4000 كسبان و3000 كسبان. انت وصل لك، احنا ما قلناش ما فيش مشكله اكسب. احنا ايوه طبعا اكسب، ولكن مش عشان انا مش عارف تاخد منه اضعاف. لا، ما هو عشان انا مش عارف. لو انا كنت دورت وسالت وعرفت يمكن كان ما هو انا عشان كده بقول لك احنا دايما بنقول ورفضت. يعني احنا احيانا بتلاقي زي ما كان حاصل يعني قريب جدا لما كانت الاسعار عماله تعلى، لانه الناس مش عارفه، والناس مفيش مجال، مفيش حاجه تاني، مفيش بديل للاسعار دي. لما ابتدت يبقى في بديل واتدخلت الدوله ووفرت اسعار مختلفه تماما عن اللي كان بيتباع فيها، ابتدت بقى يعني دلوقتي الفراخ نزلت، مش عارفه الخضار ابتدى ينزل الحاجه. هي ده السوق. طول ما انت بتشتري من التاجر اللي معاه اللي بيبيع لك ب10 هيفضل بيبيع ب10 وب15. يوم ما هتشتري من تاجر تاني بيبيع ب5 هو هينزل من نفسه. ما هو حضرتك شفت اديك رجعت لحته ثانيه. هو هينزل او انت هتشتري. حضرتك لما مش هتروح تشتري منه او هترفض الشراء منه، هترفضه بناء على ايه؟ انه في بديل بسعر احسن. طيب السعر لازم احسن كده ده خلاص. هنعتبر ان كل التجار دلوقتي الفرق ما بينهم ده ب5 وده ب4. هتروح تشتري ب4 مثلا، صح كده؟ ما هو انت مش هتلاقي الفرق بين التاجر 5 و3 مثلا. مش هتلاقي الكلام ده 5 و4. انا بقول لحضرتك هو 1700. يعني ده كسبان وده كسبان. عشان كده بقول لحضرتك انت لما انا هدفي ايه دلوقتي؟ ان انا اعرفك التكلفه. انت حره حضرتك، عايزه تروح تشتري من التاجر ب5 مش مشكله. صح. بس انا بعرفك ان التكلفه الفعليه 1700 جنيه المتر. حضرتك رحت تشتريه ب 2000، حضرتك تشتريه 3 دي بتاعتك. انا مش هروح اتحكم في، هو حر. لكن لازم تبقى عارف ان التكلفه كذا، عشان فلان على اقل تقدير ان تعرف التاجر خدمك في ايه. يعني حتى لو نزلك في السعر نزلك لحد كام صح مثلا يعني. صح. حتى لو هنجامل يعني. لكن هو الواقع دلوقتي التاجر بيبيع ب5 وهو حاطط رجل على رجله، ولمجرد ان هو بيقسط لنا، وهو اصلا المتر ب 1700. انا زي ما قلت لك عشان احنا مشكلتنا انت مش هتعرفي تناقشي ليه؟ اصلا المعلومه مش عندك. المعلومه مش عندك. فهو ده اللي احنا بنعمله. انا عارفه كل اللي اعرفه الاسعار انه ده بكذا فخلاص بالظبط كده. لكن ده بكذا ليه وازاي، وانه ممكن يبقى اقل. مع ان المجال ده انا شايفه ان المفروض يعني على الاقل حتى في الخروط العريضه يبقى فرض عين، كل واحد لازم يفهمه. لان ده يعني حضرتك دي شقتك وشقه ولادك، مفيش حد ما بيسكنش. صحيح. مفيش حد ما بيسكنش. الدكتور حضرتك مش لازم ادرس طب يعني، ده فرض كفايه اي حد يقوم بيه. لكن دي سلعه او مش سلعه، ده كمان دي حاجه ضروريه. انا من غيرها مش هعرف اعيش. المفروض على الاقل الخطوط العريضه لازم الناس تعرفها. صحيح. لازم الناس تعرفها.
طيب استاذ محمود، اللي عايز يعمل ده بقى بيوصل لكم ازاي؟ يعني زي وسيله التواصل ليكوا ايه؟ احنا حاليا عندنا ويب سايت اسمه بيتك بايدك، صفحه اسمه ايه؟ بيتك بايدك. بيتك بايدك ده بالعربي مكتوب لا ولا بالانجلش؟ بيتك بايدك. BETAK بيتك BAITK BIEDK. اوكي. .com طبعا. وفي صفحه على الفيسبوك اسمها بيتك بايدك برضو. كويس. برضو بالانجليزي ولا بالعربي؟ بالعربي. بالعربي. في احنا قريب ان شاء الله هنعمل ابلكيشن اسمه بيتك بايدك على الموبايل، بحيث اي حد يقدر يسجل ويعرف مين المجموعه اللي معاه في نفس المكان، ويبقى في حتى تواصل ما بينهم وتواصل معلومات، واحنا لكل الناس. بيدخل يسجل، بس مجرد ما يسجل ببياناته احنا بنتصل بيه. احنا حتى الان الفريق اللي موجود كله تطوعي، مفيش اي حد يعني بفلوس بدون مقابل. احنا بنطرح حاجه، حتى الناس اللي بتتصل بينا بتقول احنا عايزين نطبق مثلا، وصلنا لكذا، فبنديله نقول له اعمل كذا اعمل كذا، احنا ما شفناهمش ولا لازم يرجع لنا. احنا المشاريع اللي احنا بنطرحها بنقول والله ادي تكلفتها وادي سعرها، واللي حابب يشترك بيجي يشترك. اللي عايز انتوا ما بتاخدوش مكسب ولا اي حاجه. برافو عليك. كل المشاريع اللي اتنفذت ما فيش اي برافو عليك، ما فيش اي مكسب. وانا اقول لحضرتك احنا حتى في الفيديو واضح الكلام ده، واضح ان انا طرح لك الفيديو الفكره من الالف للياء، مش محتاجاني في حاجه. يعني انت حتى لا هيرجع لي مجرد بس ياكد عليا في اي حاجه او يسال لو في معلومه، لكن هو الفكره عنده، الفكره موجوده عنده يعني بالكامل. ممكن اي مجموعه كده يتقابلوا مع بعض ويعملوا المشروع ده مع بعض. بالفعل في ناس انا قلت لهم اقعد مع الناس دلوقتي، بدات تقعد مع يلم العيله، حتى مش لازم اصحابه، يقعد يلم العيله ويطرح بس الفيديو ده 5 دقائق بيوضح لهم الموضوع من الالف للياء، وهو في اقرب منطقه ليه، وحسب الحسبه اللي احنا قلناها بيعرف التكلفه على طول. مش محتاج حتى يكلمنا يقول لنا كده سعر التكلفه قد ايه. حلو قوي يا محمود. وعايزه اقول لك يعني انه ده يمكن يبقى سبب انه العائلات بقى نرجع زي زمان لما كانت العيله بيسموه كان ايه المطرح ده. المطرح الدوار. يبقى في المطرح ولا الدوار. ايوه بتاع العيله ده. محمود عبد الشافي، انا بشكرك شكر جزيل جدا استاذ محمود، شرفتنا واتمنى يعني ان احنا نبقى بنقدم حل، او يبقى يعني مش احنا طبعا، استاذ محمود يعني يقدم حل لمشكله بقالها زمان قوي، تعب شباب كتير جدا، وزي ما قلت احيانا بتوقف حياتهم. انه يعرف يوصل انه يشتري شقه بسعر معقول، مش ببلاش، لكن هي بسعر معقول جدا. استاذ محمود عبد الشافي شرفتنا النهارده في البدايه. شكرا جزيلا. فاصل ونرجع نقابلكم مره تانية، ومعايا مجموعه من الابطال المصريين اللي شرفونا في افريقيا، نشوفهم بعد هذا الفصل. عيشها شباب معاكم من اسكندرية. اسكندرية عروس المتوسط، واللي غنى لها الشعراء اسكندرية مارية وترابها زعفران. اسكندرية بكل ما فيها من جمال وروعة، وزي ما قالت فيروز: شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية أو ليالي رضية، أحملها بعينيا شط اسكندرية. في اسكندرية نقدر نهرب من الحر في جوها المعتدل وبحرها الساحر. في اسكندرية نقدر نزور قلعة قايتباي ونقضي يوم جميل.
بلاش نزور المنتزه. ونشوف كمان ايه؟ كوبري ستانلي بروعته وجماله. ما ينفعش في اسكندرية ما نعديش على مكتبة اسكندرية.